في عالم بيحكي عن الأساطير وفي زمن اختفى فيه الأبطال بيظهروا هم أخطر وأقوى فرسان عرفهم التاريخ، الخطايا السبع المميتة. فرسان تم اتهامهم بالخيانة وبقوا مطلوبين من كل العالم، لكن الحقيقة كانت أكبر بكتير، والجملة الوحيدة اللي هتوصف اللي هيحصل إن الحرب على وشك البداية. فعاوزك يا صاحبي تستعد لأعظم معركة بين الخير والشر. قصتنا اللي بتبدأ بمملكة كبيرة وفي كل حتة فيها احتفالات وأفراح، وفي اللحظة دي بنشوف جندي ماشي في الطريق، واحد راجل كبير بينادى عليه وبيقول له: يا ابني تعالى هنا، انت عايز تبقى فارس مقدس مش كده؟ فالولا يرد ويقول: لا يا سيدي، انا مش حاسس ان اقدر ابقى فارس مقدس. هنا الراجل يقول له: لو عايز تبقى متدرب لفارس مقدس يبقى لازم تعمل الحاجات دي. وبعدين بيورونا اجسام ناس كتير مرمية على الارض. لما يشوف المنظر ده الواد بيتوتر جدا ويقول: انا ما اقدرش اعمل كده. وبعد كده بنعرف ان من زمان كان في 7 اشخاص خارقين جم للعالم ده عشان ينقذوه. العالم ده مليان وحوش وفيه سحر وحاجات غريبة جدا. ال7 فرسان دول كان اسمهم الخطايا ال7، وكل واحد فيهم عنده قدرة خاصة مختلفة عن التاني، لكن دلوقتي ال7 دول هاربين. وبعد كده بنشوف فارس تعبان ماشي لحد ما يوصل قدام مطعم، وجوه الناس بيكونوا قاعدين مبسوطين وبيشربوا عصير. صاحب المطعم نفسه واد قصير شعره اصفر، الناس قاعدين يتكلموا معاه وياكلوا عنده وبيقضوا وقت ظريف، ولكن المشكله ان محدش عاجبه طعم الاكل. فالولا يقول لهم: ايه ده، هو انتوا مش عاجبكم اكلنا؟ فيرد عليه: لا مفيش حاجه. ولكن في الحقيقه كانوا شايفين السيف اللي على ظهره، فمحدش فيهم يحاول يعمل مشكله معاه. في اللحظه دي بيظهر خنزير لونه بينك. الخنزير ده بيدخل ويبدا ياكل كل الاكل اللي واقع على الارض. بصراحه الخنزير ده عايش حياته جدا، اكل ببلاش وينظف المكان كله، وبعد ما يخلص يسيب المكان ويمشي. بعدها الناس لسه قاعدين وفجأة واحد بيجري عليهم وهو مرعوب وبيقول: انا شفت بعيني فارس لابس درع وجاي هنا، ده اكيد واحد من الخطايا ال7 لانهم كانوا هربانين من 10 سنين. الناس كلها تقعد تتكلم عنهم، وفي وسط الكلام بيبدأوا يذكروا اسماء بعضهم، وهم اسكانور، ديانا، غونثر، ميرلين، وكينج، وثومابان، واخيرا وليس اخرا القائد ميليوداس. وبعد كده يورونا وشوشهم واحد واحد. شكلهم كان قوي جدا، ولكن اكتر واحد بان عليه الهيبة هو ميليوداس. الناس في المطعم قاعدين يشربوا العصير ويتكلموا ويقولوا لو كانوا لسه عايشين فعلا بعد 10 سنين اكيد بقوا عجائز دلوقتي. وفجأة الباب بيخبط ويدخل فارس لابس درع مصدي. اول ما يشوفوا الناس كلها بتتوتر وتقول: يا نهار اسود، واحد من الخطايا ال7 جه هنا. وبسرعة كلهم بيجروا ويهربوا من المكان. وبعدها ميليوداس يسأل الراجل ده ويقول له: انت مين وايه اللي جابك هنا وجاي تعمل ايه؟ وفي اللحظة دي الفارس يقع على الارض، وساعتها نكتشف ان اللي جوه الدرع بنت جميلة وكانت مخبية عين من عينيها. ميليوداس يروح يوديها على السرير ويخليها تنام عليه ويقول: استنى كده، خلينا اتاكد الاول هي كويسة ولا لا. وبعدين يقول: ايوه دي بنت فعلا، جسمها كله زي جسم البنات. وبعدها يعمل شوية حركات غريبة كده، وبصراحة ما ينفعش تتقال يا جدعان. البنت تصحى بعد شوية وتقول: يا فندم شكرا جدا انك اهتمت بيا. بصراحة هنا ميليوداس كان عايش احلى لحظاته، لكن ماشي. بعد كده بيسألها: انت بتعمل ايه هنا وجيت ليه المكان ده؟ فترد وتقول: بصراحة انا كنت بتمشى كده وخلاص، بس هو انا فين دلوقتي؟ فيقول لها: انت في المحل بتاعي وانا صاحب المكان ده. وفي نفس اللحظة ميليوداس يشيل السيف اللي على ظهره ويوريه ليها ويقول: بصي ده سيف مكسور اصلا، ما تقلقيش منه، انا معايا بس المقبض بتاعه، لما تشوفه تقول كده فهمت. بعدها تروح ناحية الخنزير وتحضنه وتقول: واو عندك خنزير بيتكلم، ده شيء جميل جدا. وبعد كده تكون جعانة، فالولد بيجيب لها اكل ويقول لها: اتفضلي كلي براحتك واستمتعي بالاكل. البنت تبدا تاكل وكل اللي حواليها متاكدين ان الاكل طعمه وحش جدا، ولكن الغريب ان بعد ما خلصت الاكل دموعها بدات تنزل وتقول: انا عمري ما اكلت اكل لذيذ بالشكل ده، شكرا جدا. لما يشوفوا ردة فعلها صاحبنا بيقول: ايه ده، البنت دي مجنونه ولا ايه؟ وفجاه البنت تقول: انا في الحقيقه كنت بدور على الخطايا ال7. الناس كلها بتقول ان هم اشرار، لكنها تقول لا هم مش اشرار. وفي اللحظه دي بيوصل شويه من الفرسان المقدسين للمكان ويقفوا عند الباب ويقولوا: وصل لنا خبر ان واحد من الخطايا ال7 موجود هنا، احنا جايين نقبض عليه. ابطالنا يبصوا لبعض ويقولوا: طب دلوقتي نعمل ايه؟ بره الكافيه كان في حراس كتير واقفين وهم بيقولوا: اطلعوا الشخص ده فورا والا هنكسر الباب. وفي نفس الوقت في ناس بتقول: يا جماعه اصلا الخطايا ال7 مش موجودين، ليه قلقانين كده؟ وكان في واحد من الحراس انفه كبيره جدا لدرجه انه يقدر يكسر شجر بانفه.
انفه كانت حمرا جدا تقريبا عامل زي نقار الخشب. بعدها ميليوداس بيفتح الباب فجأة ويقول انتوا تقصدوا الشخص ده اللي لابس الدرع ده خنزير بتاعي. لما يشوفوا الخنزير كلهم يتفاجئوا ويقولوا ايه ده ازاي يعني. وفي نفس اللحظة البنت الغلبانة تهرب من الباب الخلفي. الحراس اول ما يشوفوها بيجروا وراها علشان يمسكوها. بصراحة اللي بيحصل كان غريب جدا. البنت كانت المفروض تفضل مستخبية جوه الغرفة لكنها بتهرب وتنقذ نفسها وتجري ناحية الغابة وهي بتصرخ الحقوني يا حد ينقذني. وكل الحراس وراها بيطاردوها عشان يوقفوهم. ميليوداس والخنزير يجروا وراهم ويبداوا يخبطوا في الحراس ويوقعوهم. لكن قائد الحراس بيقول لازم امسك البنت دي ساعتها هاخد ترقية. وكان بيقول لنفسه ممكن كمان اترقى وابقى فارس مقدس. وهو بيجري وراها بيوصل فجأة لطريق مسدود وفي اللحظة دي الخنزير يجوا ويزقوا ويوقعوا من فوق لتحت. وفي نفس الوقت ميليوداس كان انقذ البنت وشايلها بين ايديه. بعد كده البنت تطلع فوق قمة جبل وتقف هناك وتقول انا جيت هنا علشان اقابل الخطايا السبعة لكن انت خاطرت بحياتك علشان تنقذني. دلوقتي بصراحة انا مش عارفة اعمل ايه. وبعدها تبدأ تقول انها من العيلة الملكية وان الملك كمان اتقبض عليه. الفرسان المقدسين هم اللي قبضوا عليه والناس كلها فاكرة ان حالته الصحية تعبانة لكن الحقيقة مش كده خالص. هي بتقول ان الفرسان المقدسين ناويين يعملوا حرب ضدنا وانا لازم اوقف الحرب دي. انا شايفة بعيني ان هم بيقبضوا على الناس بيحولوهم لجنود وانا مش عايزة ده يحصل. مملكتنا كلها في خطر وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. لما يسمعوا الكلام ده ميليوداس بيقول كده يعني طب ايه بقى اللي مخليكي متأكدة ان الخطايا السبعة يقدروا يجوا هنا ويساعدوكي؟ فترد وتقول الموضوع مش كده. انا عارفة ان الخطايا السبعة مش اشرار هم ناس كويسين اكيد هيجوا ويساعدوني وما ينفعش يكونوا خدموا المملكة كل وقت ده وفي الاخر يبقوا ناس وحشة سمعتهم بس هي اللي اتشوهت. وفي المشهد ده لما بيوروا الخطايا السبعة المشهد بيكون ملحمي جدا ولكن ميليوداس يقول بس الحقيقة ان هم ماتوا. البنت ترد بسرعة لا هم ما ماتوش هم مش مجرمين علشان يموتوا بالشكل ده لازم يرجعوا عشان ينقذوني. وبينما هم بيتكلموا فجأة الصخرة اللي واقفين عليها تتكسر ويبدأوا يقعوا لتحت. وهنا نكتشف ان في فارس ضخم ظهر ومعاه سيفه وبيقول وصلت للاستنتاج انكم اعدائي. وبعد ما يقول كده بيهجم عليهم وفي نفس الوقت بيجي 4 جنود ويقولوا له يا سيدي ما كانش المفروض تقتل البنت دي هي مهمة بالنسبة لينا. ويكملوا هي في الحقيقة بنت مهمة جدا. الفارس الضخم يرد عليهم وبيقول مش فارق معايا سواء كانت مهمة او لا مهمتي كانت ان اقضي عليهم وانا جيت علشان اخلص عليهم. وفي اللحظة دي بنشوف بطلنا وهو بينقذ البنت وبيوصل بيها المكان امن. واول ما الفارس يشوفها كويس يبص على الحلق اللي في ودنها ويقول الحلق اللي في ودنك ده خاص بالعيلة الملكية. استني لحظة انت الاميرة اليزابيث؟ اول ما يسمعوا الكلام ده الكل يتصدم والخنزير يفرح ويقول واو الاميرة اليزابيث انت جميلة جدا. وبعدها البنت تحاول تهرب وهي بتجري في الغابة. الراجل ابو شنب بيضرب ضربة بسيفه تقطع الغابة كلها تقريبا. لكن في نفس اللحظة ميليوداس يوصل وبينقذها وبيقول لها ما تقلقيش. بس للاسف جلد الخنزير اتخدش شوية. بصراحة الموضوع ده يزعل. الخنزير المسكين اتأذى. في نفس الوقت اليزابيث تقف وتقول انا هسلم نفسي علشان الراجل ده يسيبك انت ساعدتني كتير يا ولد وانا مش عايزة حياتك تبقى في خطر بسببي. وهي بتقول الكلام ده وهي بتعيط وتتحرك لقدام ولكن فجأة الراجل يهجم عليها تاني وساعتها هدومها بتتقطع شوية فتقع على الارض وهي بتعيط وتقول لو سمحت انا بس كنت عايزة اقابل الخطايا السبعة كنت عايزاهم ينقذوا مملكتنا لكن ايه اللي بيحصل ده؟ بعدها الفارس الضخم يمشي ناحيتهم يقول دلوقتي انا مش هسيب البنت دي ولا الولد ده هم بقوا تعبوني جدا. في اللحظة دي اليزابيث كانت بتعيط جامد وفجأة ميليوداس يقول ما تقلقيش وبالمناسبة اسمي ميليوداس. اول ما بيقول كده بيبان ان على كتفه وشم واحد الجنود بيقف ويقولوا لازم نقول للقائد بسرعة لازم يهرب. الولد الصغير ده مش شخص عادي ده هو ميليوداس قائد الخطايا السبعة. الكلام ده لما يتقال ان الخطايا السبعة كل الناس تتصدم لان الصورة اللي كانوا شايفينها قبل كده كانت بتبين شخص شكله قوي جدا ولكن في الحقيقة قدامهم دلوقتي واحد شكله زي طفل كيوت. وهم واقفين بيتكلموا البنت تسأله بس انت مين؟ فيرد ويقول انا ميليوداس قائد الخطايا السبعة خطيئة الغضب عمكم ميليوداس. وبعد ما يقول كده بيتقدم ويهجم على الراجل ابو شنب. ابو شنب بيضربه ولكن ميليوداس يوقف الهجوم بتاعه. الراجل يبدا يتوتر. ميليوداس يقف قدامه بسيفه المكسور ويقول بقالي كتير ما حاربتش. ابو شنب يبص له ويقول انت ميليوداس صح؟ انت ما اتغيرتش حتى بعد 10 سنين. وبعدها بيهجم عليه ولكن ميليوداس يتفادى الضربه ويرد عليه بهجوم. اول ما بيحصل كده الراجل ابو شنب يتوتر جدا وفي الاخر يهرب من المكان. بصراحه هو ما هربش بس ده اتفشخ تماما اترمى بعيد وهو بيطير في الهواء. الدرع بتاعه كله اتكسر. ودي بتبقى قوه قائد الخطايا
الخطايا السبعة ميليوداس. بعدها ميليوداس يقول يا اليزابيث كده انت لقيتي اول واحد، دلوقتي يلا نروح نلاقي الستة الباقيين، ويكمل واحنا هنساعدك تكملي مهمتك. وبعدين بيقول لها وبالمناسبة ممكن تشتغلي في الفندق بتاعي، انا كنت محتاج بنت تشتغل معايا، من النهارده انا وانت فريق واحد. وفي نفس الوقت الراجل ابو شنب يقوم بالعافية ويقول على الاقل قدرت اقف على رجلي. وفي اللحظة دي بنشوف حاجة غريبة، الفندق بتاعهم في الحقيقة عبارة عن خنزير ضخم، الخنزير يقف ويتحرك قدام، وميليوداس بيمسك حبل ويطلع فوق وهو شايل اليزابيث في حضنه، والخنزير يكمل طريقه وهو ماشي. كل الناس اللي شايفه المنظر ده بتتصدم وتقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ ميليوداس واقف فوق ومع البنت. وبعد كده بنشوف الراجل ابو شنب يروح يقابل القائد بتاعه ويقول له يا سيدي انا خسرت، اللي كان قدامي كان ميليوداس واحد من الخطايا وما قدرتش اهزمه. اول ما القائد يسمع كده يقول بعد 10 سنين اخيرا لقيت واحد من الخطايا السبعه، المره دي مش هسيبه. وثم بعد كده بنرجع بالزمن وبنشوف ازاي مملكه ابو اليزابيث اللي كان مالكها ابوها اتعرضت لهجوم، ناس كتير دخلوا القصر وبيكسروا كل حاجه. الملك يقول اليزابيث يا بنتي لازم تهربي من هنا، فتجري البنت الصغيره علشان تنقذ نفسها. وبعد كده نرجع لميليوداس واليزابيث. ميليوداس بيقول لها هدومك مقطعه وقديم، انا هديك هدوم جديده، ويقول لها تعالي معايا تحت وينزل بيها ويجيب لها هدوم، ولكن الهدوم كانت قصيره جدا. الخنزير لما بيشوف اللي حصل بيتعصب وبيحاول يعض ميليوداس. وبعدها اليزابيث تسال ميليوداس لو انت ما عملتش جرايم ليه الناس تقول ان الخطايا السبعه ناس سيئه؟ هل فعلا عملت جرايم؟ ميليوداس بيرد ويقول بصراحه من 10 سنين كنت بسرق هدوم البنات، علشان كده الناس سموني حرامي الهدوم. لما تسمع الكلام ده اليزابيث تقول له لو سمحت ما تهزرش معايا. وفي اللحظه دي الخنزير بتاعهم بيميل شويه لانهم كانوا وصلوا لمكان جديد. ميليوداس بيجري بسرعه علشان يلحق اليزابيث قبل ما تقع، وفجاه الخنزير الكبير يغرس نفسه في الارض، ولكن السقف بتاع المكان بيفضل فوق. بعد كده ميليوداس بيدخل جوه ويقول ده المكان اللي المشروب بتاعه مشهور جدا، بس ليه النهر هنا نشف؟ ايه اللي بيحصل؟ ويمشي لجوه اكتر فيلاقي ناس كتير واقفين عاملين دايره وكلهم باين عليهم القلق. ميليوداس يسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ ساعتها يبان ان هم بيحاولوا يطلعوا سيف مغروس في الارض، والسيف ده مش سيف عادي، ده سيف فارس مقدس. الفارس المقدس ده كان غرس سيف في الارض وقفل بيه الميه اللي تحت الارض كلها، وده خلى الميه تتوقف. عشان كده الناس كلها بتحاول تطلع السيف من الارض. ساعتها اليزابيث بتسال يا ترى الراجل ابو شنب اللي قابلناه امبارح ده هو فارس مقدس؟ ميليوداس يرد ويقول لا 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 لا، مستحيل يكون فارس مقدس، ده هو اضعف من كده بكتير. الناس تفضل تحاول تطلع السيف، وفجاه بيجي طفل صغير وشعره عامل زي جناحات فراشه. الطفل بيقف ويقول انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا اصلا ما عندكوش قوه، تعرفوا ان اصحابي هم الخطايا السبعه؟ اول ما بيسمعوا الكلام ده اهل القريه بيتعصبوا منه، والطفل كمان بيتعصب منه. وبعدها الناس بتبدا ترميه بالطوب، لكن كل الطوب بيجي في ميليوداس بدل الطفل اصلا. ميليوداس بيشيل الطفل ويجري بعيد، وفي نفس الوقت اليزابيث بتفضل واقفه مع راجل عجوز هناك. وبعدها يورونا ميليوداس وهو واخد الطفل بعيد ويقول له انت بتعمل ايه بالظبط؟ ليه بتكذب عليهم؟ الطفل يرد ويقول مش هقول حاجه، انا جعان، الاول اديني اكل. ميليوداس يقول تمام هديك اكل، وبالفعل بيديه اكل. الطفل وهو بياكل بيقول له انت بتشرب العصير ازاي؟ انت كمان شكلك طفل صغير. ميليوداس يرد انا مش طفل صغير، انا اكبر منك بكتير. في اللحظه دي اليزابيث بتوصل وتبدا تتكلم مع الطفل بلطف وتساله انت بتعمل كده ليه؟ الطفل بيبدا يحكي قصته، ولكن قبل ما يحكي بنعرف انه اتخانق مع اهل القريه وجري بعيد عنهم. واليزابيث لما تسمع القصه بتحكي هي كمان ان قصه حصلت لها، تقول لها مره اتخانقت مع ابوها وطلعت فوق شجره، فابوها طلع فوق الشجره عشان ينزلها لكنه اتزحلق ووقع واتعور جامد، عشان كده قالت للطفل ما ينفعش تتخانق مع اهلك. وبعدها بنعرف القصه الحقيقيه للطفل. ابوه وامه كانوا بيسافروا كتير وكانوا بيلفوا العالم، والطفل اتولد في القريه دي. وفي يوم لما اهله كانوا في القريه تعرضوا لهجوم وابوه وامه ماتوا، ومن وقتها اهل القريه هم اللي ربوه واهتموا بيه. لكن الطفل بيقول بس الحقيقه مفيش حد هنا، اهلي الحقيقيين. وبعدها بيقول من يومين او 3 جه هنا فارس مقدس شعره لونه بينك، شرب العصير بتاع القريه، وبعد ما شربه قال ان طعمه وحش، مع ان العصير ده مشهور في العالم جدا وفي العالم كله، وقال انه يفضل يشرب بول حصان احسن منه. يعني بصراحه واضح ان الراجل ده بيحب الحاجات الغريبه جدا. المهم الطفل لما سمع الكلام ده اتعصب جدا، فقام رمى حشرات في العصير بتاع الفارس وقال له ما ينفعش تقول كده. لما شاف الفارس اللي شعره بينك اللي حصل اتعصب جدا وقام غرس سيفه في الارض، وده قطع الميه عشان ترجع لازم يسحبوه. وبعد ما الطفل حكى كل ده ميليوداس قال له بس ما كانش لازم تكذب، انت مالكش اي ذنب في موضوع الخطايا السبعه. لما الطفل يسمع الكلام ده بيجري ويهرب من المكان، وفي نفس الوقت بيورونا ان شويه حراس وصلوا القريه وقالوا للناس دلوقتي هناخد ضرايب اكتر ب10 مرات علشان كسرتوا خاطر الفرسان المقدسين. اهل القريه بيتصدموا
بيتصدموا وبيقولوا احنا ما نقدرش ندفع 10 اضعاف الضرايب، نجيبهم منين؟ والحارس يرد ويقول طب خلاص هخليهم 20 ضعف علشان واحد من العيال عندكم قالوا انه يعرف الخطايا السبعه بدل الفرسان المقدسين. في اللحظه دي الطفل الصغير يجي ويحاول يشد السيف اللي في الارض. الناس تقول هو ايه اللي بتعمله؟ ما تعملش كده. لكن الراجل العجوز يجي ويقول الطفل ده بيعمل حاجه كويسه، هو ما اهناش، ده كان بيدافع عنا، لازم نساعده. لما الناس تسمع الكلام ده بيتوتروا شويه، وبعدها واحد ورا التاني بييجوا ويساعدوا الطفل في سحب السيف، والقريه كلها بتشارك والناس بتربط حبال في السيف وتحاول تسحبه، لكن السيف ما يتحركش ولا حتى سنتي. الكل يحاول بكل قوته ولكن في الاخر بيقع متعب. في نفس الوقت الحارسين قاعدين يشربوا العصير ويضحكوا عليهم. ساعتها ميليوداس بيجي وياخد العصير منهم وبيقول انتوا ما عندكوش اي حق تشربوا العصير ده، وبعدها بيمشي بكل هدوء لحد الناس ويقف وسطهم بيقول لهم انتوا عملتوا شغل كويس. بكل بساطه في ثانيتين بس يشد السيف ويطلعه من الارض، وبعدها بيقول خلاص انا ساعدتكم، السيف طلع. كل الناس بتصدم وتقول ازاي طلعت سيف فارس مقدس؟ القوه دي المفروض ما تكونش غير عند الفرسان المقدسين. وفجاه نافوره ميه بتطلع من الارض وقوه الميه بتطير الحارسين بعيد. بعدها ميليوداس بيدي السيف للحارسين ويقول لهم يلا امشوا من هنا. الحارسين يمشوا بسرعه والطفل الصغير بيجي ويقول لميليوداس شكرا جدا انك ساعدتنا، واهل القريه كمان بيجوا يقولوا شكرا جدا انك ساعدت قريتنا. وبعدها بيسامحوا الطفل الصغير والطفل بيضحك وبيروح يمسك الراجل العجوز ويقول يا زعيم شكرا جدا. وبعد كده الناس كلها بتقعد مبسوطه. وفي الليل بنعرف ان اليزابيث بقت شغاله عند ميليوداس. ميليوداس بيقول لها من دلوقتي انت اللي هتقدمي الاكل للناس. اليزابيث بتحاول تلبس لبس الشغل وتروح تقدم الاكل للزباين. ميليوداس بيساعدها لكنها بتلخبط في الطلبات، بتدي الطلب الغلط للناس وتوقع الاكل على حد واحيانا توقع نفسها، لكن محدش بيتعصب منها لانها بنت جميله جدا. الناس بتقول لها واو انت جميله جدا. وفي نفس الوقت الطفل الصغير بيجي ويتكلم شويه مع اليزابيث. بعد كده بنروح للفارس المقدس اللي شعره بينك. بتوصل له اخبار ان السيف بتاعه اتشال بسهوله على ايد ولد صغير شعره اصفر. لما يسمع الخبر يقول ازاي ده ممكن يحصل، وبيمشي ويسال واحد من الجنود القريه دي تبعد قد ايه من هنا. الجندي بيرد حوالي يوم سفر. الفارس اللي شعره بينك بيقول تمام دلوقتي هتاكد بنفسي. بعدها بياخد رمح من واحد من الجنود وبيقول له اديني الرمح بتاعك، ويمسك الرمح وبيبدا يشحنه بالطاقه وبيفضل يشحنه اكتر واكتر. وبعد ما بيجهز الرمح ويركز كويس بيرميه، الرمح بيطير في الهواء. الرمح بيفضل يطير لحد ما يتجه ناحيه نفس القريه. في نفس الوقت نعرف ان اليزابيث كانت قاعده بره لوحدها وزعلانه، وميليوداس يخرج وبيقف جنب اليزابيث وهي بتعيط بتبدا تحكي له قصتها وتقول له انا شخص سيء، انا ما بعرفش اعمل حاجه، انا المفروض افرح اهل القريه لكن مش قادره، انا كمان فاكره ابويا وكل الذكريات بتاعته. وهي بتتكلم ميليوداس كان مشغول بحاجه تانية وقال كملي كلامك انا سامعك، ولكن في نفس الوقت كان مركز في حاجه في السماء وبيفضل يبص فوق كانه بيدور على حاجه. وفجاه الرمح بيجي يطير بسرعه. ميليوداس بيمسك الرمح بايده ولكن قوته بتخليه يطير معاه ويقع على الارض، وهو بيجر وراه بيدخل القريه ويكسر مباني كتير، وفي الاخر بيقدر يوقفه بالعافيه. وبيبص له ويقول له ده رمح جيل ثاندر. بعدها بيدور حوالين نفسه وبيرمي الرمح بنفس الطريقه اللي اتحدفت بيها. الرمح بيطير بسرعه وبيرجع لقلعه جيل ثاندر. بيدخل القلعه ويكسر جزء منها لحد ما بيوصل عند جيل ثاندر نفسه. كل اللي في القلعه بيتوتروا والرمح بيجرح رقبه جيل ثاندر جرح خفيف. جيل ثاندر بيقول لهم ميليوداس انت ده صح. بعد كده اليزابيث تجري عليه وتقول له يا فندم ايه اللي حصل؟ ميليوداس بيقول لها لازم نسيب القريه دي، لو فضلنا هنا القريه كلها ممكن تبقى في خطر. لما بيسمعوا الكلام ده الناس بتوافق وابطالنا يمشوا من القريه وهم راكبين على الخنزير الاخضر الكبير. وفي نفس الوقت بنشوف ان في غابه بيضاء في بنت نايمه مش معروف هي مين، ولكن لما بيبصوا على رجلها بيلاقوا عليها علامه من علامات الخطايا السبعه. في السؤال هنا مين البنت دي وهي اي خطيئه من السبعه؟ ده لسه هنعرفه قدام. بعد كده بنشوف حاجه من طفوله الفارس اللي شعره بينك. كان ابوه واحد من كبار الفرسان المقدسين لكن حد قتله، والولد شاف ده وهو صغير ومن وقتها وهو مليان غضب ناحيه الخطايا السبعه. بعدها يروه وهو رايح القريه بيمشي فيها وبيلاحظ ان السيف اللي كان مغروس في الارض اتشال. في نفس الوقت نرجع لابطالنا كانوا ماشيين جوه الغابه البيضاء، والغابه دي مكان خطير جدا، حتى الفرسان المقدسين نفسهم بيخافوا يدخلوا فيها لان فيها مخلوقات مرعبه وحاجات خطيره جدا. وهم ماشيين ميليوداس بيهزر مع اليزابيث وبعدها بيكمل المشي كانه ما حصلش حاجه. اليزابيث بتحس ان في حاجه اختفت منها وتقول في حاجه ضاعت مني بس مش عارفه هي ايه. في نفس الوقت بيكملوا طريقهم في الغابه وفجاه الخنزير اللي معاهم يتحول مره واحده ل10 خنازير. الكل بيتصدم يقول ايه ده، احنا هنعمل ايه بكل الخنازير دي؟ انهي واحد فيهم الحقيقي؟ الخنازير كلها بتبدا تجري وتقول انا الحقيقي انا الحقيقي. وميليوداس بيجري وراهم ويضرب كل الخنازير، كل واحد خبط خفيف على راسه عشان يهديهم. بعدها الخنازير كلها بتجري وتستخبى
بيستخبى ورا إليزابيث. في نفس الوقت فجأة بيظهر إليزابيث تاني ووراها إليزابيث وبعدها كمان واحدة وبعدين واحدة كمان لحد ما بيبقوا حوالي 10 نسخ من إليزابيث. ولما ميليوداس بيشوف المنظر ده بيقول يا جدعان ده حرفيا الجنة، لأن كل النسخ دي من إليزابيث بيجوا حواليه ويبدأوا يكلموه، فيقول لهم طب خلاص أنا هدي لكل واحدة فيكم شغل. فجأة كل إليزابيث بيقفزوا عليه مرة واحدة وميليوداس بيستخبى وراهم وبيقول طيب اسمعوا كلامي دلوقتي، ارفعوا ايد واحدة لفوق والايد التانية حطوها على خدهم، وبكده بكل حب قولوا لميليوداس عامل ايه. كل النسخ بتعمل نفس الحركة دي. بعدها بيقول لهم دلوقتي امسكوا نفسكم وكلكم اقفزوا في نفس الوقت. كل إليزابيث يقفزوا ما عدا واحدة بس. ساعتها ميليوداس بيقول كده انا فهمت، انتوا كلكم مزيفين واللي واقفة تحت دي هي الحقيقية. بعدها بيضرب النسخ المزيفة ويطيرهم بعيد، وساعتها بنعرف ان المخلوقات دي اسمها برانكر. اما السبب ان إليزابيث الحقيقية ما قفزتش فهو ان ميليوداس كان سرق منها هدومها الداخلية بتاعتها فما قدرتش تقفز. ميليوداس بيرجع لها الهدوم وبعدها بيجروا علشان يمسكوا كل البرانكر. في نفس الوقت بيورونا ان المخلوقات دي بتجري لحد ما توصل عند بنت صغيرة نايمة، ولما بيوصلوا لها بيكتشفوا انها مش بنت صغيرة عادية، دي كانت عملاق. والمخلوقات بتقول لها يا مدام سامحينا احنا دخلنا الفرسان المقدسين للغابة. ساعتها العملاقة تقوم واسمها ديانا وبتقول بغضب فارس مقدس وانا مش هسيبكم، وتبص حواليها بعصبية وفجأة بتمسك ميليوداس بايديها وبتبص له كويس وبتقول له انت فارس مقدس صح؟ ولكن فجأة بتركز اكتر وبتقول بدهشة ايه ده القائد. بعدها بتحضنه بقوة وهنا نعرف ان اسمها ديانا خطيئة الحسد، يعني كده لقينا العضو تاني من الخطايا السبعة. الجميع يبقوا مبسوطين وبيحضنوا بعض، ولكن فجأة ديانا بتمسك الخنزير اللي معاهم وبتبدأ تشويه وتقول تمام كده اكل النهارده جاهز. ولكن ميليوداس بيوقفها بسرعة بيقول لها لا لا ما تاكليش ده. في نفس الوقت بنعرف ان ديانا بتحب ميليوداس جدا. بينما ميليوداس كان ماشي مع إليزابيث، ديانا بتشوفهم مع بعض وبتتضايق جدا وفجأة بتمسك ميليوداس وبترميه على الارض بقوة وتقول له وهي زعلانة انت بتعمل كده ليه؟ ازاي تعمل كده؟ انا البنت الوحيدة اللي كانت معاك، ليه عملت كده؟ بعدها تضرب الارض حواليه ضربات كتير، ولكن ميليوداس بيفضل يتفادى الضربات بسهولة. بعد كده بتعرف ديانا ان إليزابيث جاية في مهمتها انها تلاقي اعضاء الخطايا السبعة وتجمعهم علشان يساعدوها في حاجة. ديانا بتبص لإليزابيث وتقول طيب لو كده تعالوا معايا دلوقتي لقيتوا واحد من الخطايا السبعة وانا هاجي معاكم. في نفس الوقت هما بيتكلموا فجأة برق بيضرب في السماء والبرق بينزل عليهم كلهم، الكل بيتشل ومش قادر يتحرك. وفجأة بيدخل شخص جديد وهو الفارس صاحب الشعر الوردي جيل ثاندر. بيقول اخيرا قابلتكم يا خطايا. لما إليزابيث تشوفه وتقول جيل ثاندر انت بتعمل ايه هنا؟ انت كنت حارس جسمي وانا صغيرة. فيرد عليها ويقول انا هنا علشان شغلي. جيل ثاندر بيقول لها انا جيت هنا عشان شغل ليه؟ ساعتها ميليوداس بيرد عليه ويقول ايه ده انت جيل الصغير مش كده؟ عامل ايه؟ ابوك اخباره ايه؟ جيل ثاندر بيرد ويقول ابويا مات من 10 سنين، ما تحاولش تفكر كتير. وبعد كده اعضاء الخطايا السبعة بيحاولوا يكسروا حلقة الكهرباء اللي محبوسين فيها لكن ما يقدروش يكسروها. ساعتها إليزابيث تقول لهم بلاش تعملوا كده، لان جيل ثاندر كان موجه سيفه ناحية ميليوداس وكان مستعد يهجم عليه. وهنا بنعرف ان جيل ثاندر اتقال ان ابوه مات بسبب واحد من الخطايا السبعة. ميليوداس بيقول له انا مش فاكر ايه اللي حصل من 10 سنين، الحاجة الوحيدة اللي فاكرها اننا كنا بنشرب عصير، بعدها دخلنا القلعة بتاعتك. وبدأ يحكي ايه اللي حصل وقتها. بيقول ان هم كانوا داخلين القلعة عادي، ولما فتحوا البوابة ودخلوا شافوا ان قائد الفرسان كان واقع على الارض. ساعتها بدأوا يتكلموا مع بعض ويقولوا مين اللي عمل كده، وبدأوا يشكوا ان في حد خانهم. وفي نفس الوقت لاحظوا ان القلعة متحاصرة من كل ناحية وكل الفرسان محاطين بالمكان، فقرروا يعملوا خطة ويخرجوا من هناك. واخر حاجة فاكرها الكابتن كانت ان حد قال له اسف يا كابتن سامحني. بعدها ميليوداس يقول ومن بعد اللحظة دي انا مش فاكر اي حاجة. وفي نفس الوقت جيل ثاندر بيقول بص يا اميرة انا ما عنديش عداوة معاكي فانا هسيبك تمشي، اطلعي من هنا بهدوء. بعدها يشيل الكهرباء اللي كانت ماسكة إليزابيث، لكن بعدها الخنزير بتاعهم بيجي ويقول طب سيبني انا كمان. جيل ثاندر بيشوف ويديه خبطة برجله. إليزابيث بتجري بسرعة علشان تساعد الخنزير. جيل ثاندر بيستغل اللحظة دي ويقول دلوقتي اقدر اخلص عليكم يا خطايا. لما يسمعوا الكلام ده ديانا وميليوداس بيقولوا الكهرباء دي مش حاجة صعبة علينا، وبعدها الاتنين بيكسروا حلقة الكهرباء. ميليوداس بيقول يلا خلينا نقاتل بقى، وبعدين بيقول لديانا وانتي ما تتدخليش في القتال بتاعي. بعد ما إليزابيث تبعد شوية ديانا تقف ورا ويستعد جيل ثاندر وميليوداس للقتال، والاتنين بيقفوا قدام بعض في وضع القتال، كل واحد فيهم بيطلع سيفه وبعدين السيوف بتتخبط في بعض. ميليوداس يتفادى هجوم جيل ثاندر ويحاول يرد عليه، لكن جيل ثاندر بيتحرك بسرعة بيرد بهجوم تاني والقتال بينهم بيفضل مستمر. جيل ثاندر بيهاجم ضربات كتير، ميليوداس بيفضل يتفاداها واحدة ورا التانية. بعدها جيل
جيل ثاندر بيهاجم بسيفه قوه، لكن ميليوداس بيوقف الضربه بمقبض سيفه. بعدها الاثنين بيقفزوا في الهواء ويبداوا يبادلوا ضربات. ميليوداس بيتفادى اغلبها، لكن جيل ثاندر بيستخدم هجوم بالكهرباء وبيصيبه. بعدها ميليوداس بيقع على الارض بيقول انا تعبت. من اللحظه دي جيل ثاندر بيقف وراه. ميليوداس يقع على الارض ويغيب عن الوعي. جيل ثاندر بيقول عندك امنيه اخيره. ميليوداس بيقول انا بس عايز اعرف باقي اعضاء الخطايا فين. جيل ثاندر بيرد بيقول من الخمسه اللي كانوا موجودين 3 هربوا و2 قبضنا عليهم، وهم بان وكينج. الاثنين دول محبوسين في سجونهم، وفي واحد منهم مختفي بقاله سنين، ممكن يكون مات. ولما ميليوداس بيسمع الكلام ده يقول كده بقى تمام شكرا. وبعدها بيقف ويقول يلا جيل يا صغير هقابلك بعدين. وبعد كده جيل ثاندر بيتحرك تاني علشان يهجم على ميليوداس، ولكن في اللحظه دي بتدخل ديانا البنت العملاقه، بتمسك جيل ثاندر وترفعه وترميه بعيد، يعني حرفيا شالته ورمته. قوه البنت دي يا جدعان مرعبه فعلا، بس هي اصلا عملاقه فمش غريب عليها القوه دي. تمام. بعد كده بنشوف ان الاميره اليزابيث بتوصل مع الخنزير، والخنزير كان متعصب جدا علشان جيل ثاندر ضربه قبل كده. وبعدها ديانا بتتضايق شويه من اليزابيث وتقول لها انت ما ينفعش تفضلي قريبه كده من ميليوداس، البنت الوحيده اللي المفروض تكون معاه انا. ولكن ميليوداس ما بيهتمش بالكلام ده خالص، بيروح عند الخنزير بيقول له انت كويس. وفي نفس الوقت ديانا بتفضل متضايقه شويه. وبعد كده بنشوف شويه ناس قاعدين بيصلوا ويدعوا للحاكم وبيقولوا يا رب احمينا من الفرسان المقدسين. وفجاه جيل ثاندر بيجي طاير من فوق، بيدخل وسطهم وبيبوظ المكان ويكمل طريقه. وبعدها بنعرف ان ديانا انضمت للفريق وبقت ماشيه مع مجموعه الخنازير. في نفس الوقت اليزابيث بتحط قطعه قماش على ظهر الخنزير علشان يريح شويه. وبعد كده اليزابيث بتفتكر ان جيل ثاندر كان كسر حقيبه ميليوداس وبتفضل تفكر في الموضوع. بعدها بيتكلموا عن خطتهم الجايه، ان هم لازم يروحوا ينقذوا بان وكينج. بعد كده ميليوداس كان قاعد فوق كتف ديانا، وفي اللحظه دي ديانا بتقول بصوا انا شكلي لطيف في المنشور ده. ميليوداس بيرد ويقول المنشور ده قديم، علشان كده في نفس الوقت كان واضح ان ميليوداس متصاب وجسمه عليه دم. وبعد كده بيقولوا ان هم هيروحوا السجن علشان ينقذوا بان، لان الناس بتقول ان كينج مات، ولكن ميليوداس بيقول الاصابه بتاعتي مش خطيره ما تقلقوش. بعدها قرب من اليزابيث وبيحاول يضايقها شويه، ولكن بعد ما يمشي خطوتين قدام بيقع فجاه على الارض. وبعدها بيقول انه هيروح ينام، ولكن بعد ما ينام ويقع على الارض من التعب. لما اليزابيث بتشوف كده بتقلق جدا وتقول يا استاذ ميليوداس ايه اللي حصل لك؟ وبعد كده بنلاقي بنت شعرها بنفسجي وهي متدربه عند الفرسان المقدسين. كانت قاعده في اجتماع مع مجموعه من الفرسان المقدسين، وكان في اشكال غريبه بينهم. في بنت شكلها غريب شويه، على راسها شكل عنكبوت، وفي واحد تاني جسمه كله عليه علامات. الاثنين كانوا قاعدين بيلعبوا شطرنج. البنت البنفسجيه بتقول عندنا مشاكل كتير دلوقتي، اعضاء الخطايا السبعه بيمشوا بحريه. وفي اللحظه دي بيظهر واحد تاني فجاه بيقول لها ما تقلقيش احنا من اقوى الفرسان المقدسين. وكان في واحد كمان لابس قناع معمول من حبال، وده كان موجود معاهم في الاجتماع. واي واحد كمان قال ما تقلقوش احنا هنتصرف مع ميليوداس والباقي، لو فعلا اعضاء الخطايا السبعه خرجوا احنا هنتعامل معاهم، وبعدين الشخص اللي مسكناه اصلا مش هيقدر يعمل لنا حاجه. بعدها بنشوف واحد من الخطايا بان وهو مربوط كويس جدا، جسمه كله مربوط بخشب وسلاسل، وكمان مغروس في جسمه ادوات كتير، وكان باين عليه وشم الثعلب على جسمه، وكمان دقنه وشنبه طوله جدا، وكان مربوط ومش قادر يتحرك. بان سمع ان ميليوداس والباقي خرجوا. وفي نفس الوقت بنشوف ان ابطالنا كانوا لسه بعيد بحوالي 8 اميال من المكان ده، وفي قريه قريبه شويه اطفال شافوا بنت عملاقه ماشيه ناحيه المكان، وطبعا دي كانت ديانا سالتهم حد يعرف الدكتور فين؟ حاله الكابتن بتاعنا سيئه جدا. وبعدها كانت ديانا بتلف في كل مكان تدور على دكتور. وفي اللحظه دي الاميره اليزابيث والخنزير وصلوا عندها وقالوا ديانا ما ينفعش تعملي كل حاجه لوحدك يا ديانا، لازم تخلينا نساعدك بقى. ولكن ديانا قالت لا انا هلاقي الدكتور، انتوا ما تقلقوش. ولكن اليزابيث حاولت تقنعها وقالت انت عملاقه الناس بتخاف منك، الافضل انك تفضلي هنا واحنا اللي نروح ندور على الدكتور. فديانا قعدت مكانها شويه. بعدها نروح للبنت اللي عندها عنكبوت كانت موجوده، وبعتت ذبابه وقالت دلوقتي جواتي هروح اهاجمهم. بعدها بدات تجهز نفسها للهجوم، وفي نفس الوقت ديانا كانت قاعده بهدوء، واليزابيث كانت اخذت ميليوداس لدكتور. الدكتور حط دواء في بق ميليوداس عشان ينام، وبعد ما كشف عليه قال حالته سيئه جدا، لو هينجو هيبقى بمعجزه، غير كده فرصته ضعيفه جدا. الكلام ده قلقهم جدا. اليزابيث فضلت تحط قماشه مبلوله عليه عشان تحسن حالته، وبعدها بدات تعيط وقالت كل ده حصل بسببي، لو ما كنتش اصريت اننا نقابل الخطايا السبعه الفرسان المقدسين ما كانوش هاجمونا وما كانش حصل له كده. في نفس الوقت ديانا قالت ما فيش داعي للقلق، انا متاكده ان ميليوداس هيقوم. وبعدها قالت كان لازم نروح للسجن نشوف بان عامل ايه هناك، انا هسبقكم. وبدات
تمشي، لكن اليزابيث وقفتها. ديانا قالت لها انت اميره، خليكي اميره وخلاص، انت ما تقدريش تقاتلي، روحي بس اهتمي بميليوداس وحطي له الكمادات على راسه. في اللحظه دي بداوا يتخانقوا شويه بالكلام. الخنزير اتعصب شويه ولكن ديانا بصت له بنظره خلته يسكت، وبعدها اليزابيث قالت له انا اقدر اساعدكم، اقدر احارب كمان. بس كده، هي دي النهايه بتاعت الجزء الاول من حكايه ميليوداس والخطايا السبعه. لو عايز بقى صديقي انك تعرف هل ميليوداس هيتعالج ويقوم عشان يهزم الفرسان المقدسين وهيخرجوا المعلم بان من السجن، اكتب لي كومنت جامد عشان اعرف انك عاوز جزء تاني واعمله. اكتب لي الجزء التاني. يلا سلام.